لو بتشتغل في السيلز ومش واخد بالك من التكنيك ده فانت اكيد بتخسر كاستمر. تكنيك النهارده اسمه استراتيجيك سايلنس، الصمت الاستراتيجي. اتعلم لما تقعد قدام كاستمر وهتيجي تقول الاوفر بتاعك قوله بشكل واضح وكلير واسكت تماما بعدها. اديله فرصه يفكر، وادي لنفسك فرصه تركز عليه، هو تشوف رد فعله، تبص على لغه جسده، هو اكسبت، انهار، سعر عالي عليه، مش متقبل، بيقلبها. اسكت تماما. الصمت في اللحظه دي بيديك قوه وبيدي العميل فكره ان انت مقتنع تماما باللي انت قلته بالاوفر بتاعك. ايه الغلط اللي بيحصل؟ الغلط اللي بيحصل ان لو انت ما استخدمتش تكنيك الاستراتيجيك سايلنس وحبيت تقول كلام بعد الاوفر، كل كلمه قلتها زياده بتضعف موقفك. انت قلت دلوقتي احنا هنعمل لحضرتك برايس بالشكل ده وداون بيمنت وبيمنت وبعدين وراها على طول تبدا تقول له كلام من نوعيه لو في حاجه طبعا انا اقدر اتكلم مع الشركه، لو في حاجه. انت نفسك مش مقتنع، قلت كلام زياده خسرك في البيع. تعلم تقول اول اوفر دايما بشكل اسيرتيف واضح وكلير، واسكت تماما وادي فرصه للي قدامك وركز انت عليه هو وعلى لغه جسده، هو هيقربك كتير جدا من انك تكسب البيعه.